بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين آمين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. احنا زي ما انتم شايفين كده هنعمل كفتة جمبري. احنا مصورين الجمبري ده، انا جايباه من راس البر، جايبينه من عزبة البرج. انا مصوره لكم حلقة احنا بنجيب السمك ده، ومصوره لكم عزبة البرج، واقول لكم ازاي توصلوا لها من راس البر. الجمبري ده يعني هو بيبقى الاسعار مرتاحه شويه عن ما بنجيبها من هنا من المكان اللي احنا فيه، لان هو هناك بيجي ايه شراوي كده مش بالكيلو يعني، وكده بيكون افضل، لان اللي بالكيلو ده بيبقى فيه تلج، فالتاجر بيضطر يوزنهولك وبيبقى فيه تلج، والكيلو بيبقى سعره غالي مع التلج. اما بتيجي بقى تنضفي السمك والتلج بيبقى خلاص يعني، فما بيصفاش معاك، فهو كده احسن. احنا النهارده هنعمل كفته جمبري زي ما انتم شايفينها كده. احنا كنا صورنا عمايلها الصبح، بس التليفون ما كانش بيصور، فتفاجئنا ان هو ما بيصورش. الوقت احنا عملنا الجمبري وقشرنا فيه، هو في متقشر اهو. انا جبت لكم اللي في الفريزر علشان انا اللي قشرناه واللي نضفناه اشتغلنا بيه، عملنا الكفته اهي. بس تصوير العمايل بتاعها التليفون ما كانش بيصور. طبعا كلنا عارفين تنظيف الجمبري، بننضف القشره دي من على الجمبري، وفي هنا كده حبل رمل، بنبقى نفتح من هنا ونشيل حبل الرمل ده، وبنشيل القشور دي كلها. هي الجمبري متلج، فانا مش عارفه اشيل لكم القشره، هي بتتشال اهي. كلنا عارفين التنظيف بتاعه، وتنظيفه سهل اهي. والراس بتتشال اهي. ده جمبري بلدي، ده جمبري بلدي اهو. هنا الحبل اللي هو الرمل بقى بالسكينه بنفتح دي ونطلعه، هو ظاهر هنا باين هنا عشان بيبقى كله رمل. دي الجمبري بعد ما بتنضفيه كده بيتحط في خل وليمون، وبتصبنيه كويس قوي، وبتعمل بيه الكفته. الكفته بتتعمل ازاي؟ مقادير الكفته ازاي؟ كيلو جمبري من كده متقشر، يعني كيلو لحم جمبري، مش كده يعني، مش من غير تنظيف يعني. كيلو ونص جمبري اللي انا عاملاه ده، كيلو ونص جمبري على كيلو رز، كيلو ونص لحم جمبري على كيلو رز، بيبقى طعمها معاكي كويس، بيبقى الجمبري بتاعها كتير والطعم كويس، مش تعكسه يبقى رز اكتر. المقادير بتاعتنا كيلو ونص جمبري على كيلو رز، على حزمتين خضره اللي هي كزبره وشبت، على بقدونس، راس توم متوسطه، 3 بصلات متوسطين. حابه تضيفي قرن فلفل حار حامي ضيفي قرن فلفل. بنفرمها، عندك كبه في البيت بتفرمي، او مكنه في البيت بتفرمي، ما عندكيش بتخرجيها بره، المكنه بره عند الراجل بيفرمها لك. بعد ما اتفرمت وجبناها ما بحطش ملح ولا البهارات غير لما تيجي من المكنه. لما تيجي من المكنه بحط فيها الملح، بحط فيها الملح والبهارات بتاعتها، وبعجنها وبصبعها بقى زي ما انت عايزه تعملها بالشكل ده براحتك، عايزه تعملها بالشكل ده براحتك، عايزه تشكليها اي شكل انت حباه بقى براحتك انت. بتسلقيها، احنا الوقت سلقنا منها، هوريها لك الوقت مسلوقه. حابه بتاكليها مسلوقه بتاكليها مسلوقه، حابه بتردديها بقى في طماطم كده وصلصه خفيفه، بتبقى جميله وجنبها رز. حابه بقى بتحمريها زي ما حابه تاكليها بتعمليها. هي لا كام صنف، انا دلوقتي عملتها مسلوقه. الكفته اهي دي متحمره، هنبقى نرددها في صلصه زيها زي الكفته، زي كفته اللحمه. دي الكفته برضو اهي، دي مسلوقه مستويه. حابه تحمرها في بيض وبتاكلها متحمره في بيض، حمريها. حابه بتاكلها مسلوقه زي كده، كلها مسلوقه زي كده، بتبقى برضو جميله. يبقى كده معانا كفته الجمبري
تتعمل بكل سهوله. هجيب لكم ازاي انا رحت واشتريته، والمكان اللي في راس البر اللي الناس كلها بتقول عليه عزبه البرج، فيه بيبقى السمك مرتاح وحلو. هعمل لكم عنه حلقه. بعد ما جبناه نضفنا الجمبري. وعلى فكره برضو القشر بتاع الجمبري وكده ما انا مش برميه، يعني تنضفيه ما ترموهوش، بتعمل منه احلى شوربه. بتعملي من قشر الجمبري شوربه حلوه، بتسلقي فيها الجمبري اللي انت عايزه تسلقيه، او بتعملي منها شوربه بتسقي منه الكفته اللي هي هتبقى في صلصه. ما انتش هتعملي بيه حاجه خالص الوقت، بتسلقي القشر وبتعملي منه الشوربه وبتعبي الشوربه وبتعينها في الفريزر لوقت ما بتحتاجيها. احنا بنعمل كده. المهم ان انت ما بترميش القشر، ما بيترماش، بتعمل منه شوربه حلوه. ده كنز. فدي طريقه عمل كفته الجمبري. كيلو ونص لحم جمبري على كيلو رز على 3 بصلات متوسطين على راس توم متوسطه على حزمتين 2 خضار، مشكلين كزبره على بقدونس على شبت، وبتتفرم بتتشكل زي ما انت عايزه بقى، زي ما انت عايزه. اطفي في الجمبري. الكلام بتاعنا بلدي وبسيط خالص، مفيش فيه لوغاريتمات ولا فيه حاجه خالص. اي واحده مبتدئه هتعمله وبكل سهوله. ماما بتكلمكم وانا باكل. ايه ده رأيك؟ ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. لو اول مره تشوفونا ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنعمله. يا اجمل واحسن عيله في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.